في المحافظات اليمنية المحررة نشهد اليوم ظاهرة اقتصادية غريبة ومحيرة بكل المقاييس. عملة البلاد الريال اليمني اللي عانت لسنوات طويلة من التدهور تحولت فجأة وبشكل غير متوقع إلى سلعة نادرة بل وعملة صعبة يصعب الحصول عليها. دعونا نتعمق في أبعاد هذه الظاهرة الفريدة. هذا هو التناقض الكبير الذي يطرح نفسه في اقتصاد يعاني من تحديات هائلة. كيف يمكن للعملة المحلية أن تصبح فجأة أثمن من العملات الأجنبية القوية؟ في الدقائق القادمة سنحاول الإجابة على هذا السؤال ونكشف الأسباب والتداعيات. حسناً، لفهم القصة كاملة علينا أولاً أن نرصد ما يحدث فعلياً على أرض الواقع في قلب الأسواق وداخل شركات الصرافة. نعم، لأول مرة منذ سنوات ليست المشكلة في نقص الدولار الأمريكي أو الريال السعودي، بل في شح الريال اليمني نفسه. السوق المصرفي يواجه أزمة سيولة حادة في العملة المحلية، وهو أمر يقلب كل المعادلات الاقتصادية المتعارف عليها. هذا التصريح يلخص ما يحدث يومياً. أي مواطن يملك عملة أجنبية ويحاول استبدالها بالريال اليمني قد يجد أبواب شركات الصرافة مغلقة في وجهه، والسبب بسيط ومباشر: لا تتوفر لديهم السيولة الكافية بالعملة المحلية. هذا هو الواقع الجديد في السوق. كنتيجة مباشرة لهذا الوضع، تغيرت طريقة تسليم الحوالات القادمة من الخارج، فبدلاً من أن يتم تحويلها وتسليمها بالريال اليمني كما كان معتاداً، أصبحت شركات الصرافة تسلمها بعملتها الأجنبية الأصلية في محاولة يائسة للحفاظ على ما تبقى لديها من سيولة محلية نادرة. إذن وصلنا إلى السؤال الجوهري: ما الذي أوصل السوق إلى هذه النقطة الحرجة؟ للإجابة سنستعرض تحليل الخبير الاقتصادي مصطفى ناصر الذي يحدد الأسباب الرئيسية التي تقف وراء هذه الأزمة. بحسب رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، ما نشهده هو نتيجة لاجتماع 3 عوامل قوية في وقت واحد. بدأت القصة بمضاربات عنيفة جدا على العملة، تبعتها إجراءات من البنك المركزي لكبح هذه المضاربات، وأخيراً شهدنا إقبالاً كثيفاً من الجمهور على شراء العملات الأجنبية، مما أدى فعلياً إلى سحب الريال من التداول. من المهم هنا أن نوضح مفهوم أزمة السيولة. هي لا تعني بالضرورة غياب الثروة أو أن الأموال غير موجودة، بل تعني ببساطة غياب النقد السائل. يعني الأموال موجودة كعملات أجنبية أو كأصول أخرى، لكن الكاش بالريال اليمني غير متوفر، وهذا هو ما يشل الحركة اليومية للسوق. لكن كيف يترجم هذا المفهوم الاقتصادي إلى واقع ملموس؟ لنرصد الآن التأثير المباشر للأزمة على التجار والمواطنين وحركة التجارة بشكل عام. النتيجة الفورية هي حالة من الارتباك والضبابية التي تشل السوق. عندما تصبح أبسط المعاملات المالية مثل تحويل العملة أمراً غير مضمون، يصاب النشاط التجاري بالركود، ويسود جو من الترقب والحذر الشديد. هذه المقارنة تلخص التحول الجذري الذي شهده السوق. لقد انتقلنا من وضع كان فيه الطلب مرتفعاً جداً على العملات الأجنبية إلى وضع حالي ترفض فيه شركات الصرافة استقبالها، ليس لعدم قيمتها بل لعدم قدرتها على توفير المقابل لها بالريال اليمني. ولكن في خضم هذه التحديات يبرز أثر جانبي قد يكون إيجابياً. يرى الخبراء أن هذه الأزمة على الرغم من قسوتها قد تنجح في لجم المضاربات غير الصحية التي كانت أحد الأسباب الرئيسية لتقلبات سعر الصرف الحادة في الماضي. بعد تشخيص الأزمة وتحديد أسبابها وتأثيراتها، يبقى السؤال الأهم: ما هي خارطة الطريق للخروج من هذا الوضع واستعادة الاستقرار؟ لمواجهة الأزمة، وضع البنك المركزي خطط عمل متعددة المراحل تهدف إلى استعادة السيطرة تدريجياً. تبدأ الخطط بمواصلة الإجراءات الحالية لضبط السوق، ثم الانتقال لتمويل الواردات عبر القنوات الرسمية، وصولاً إلى إعادة تنظيم عمليات البيع والشراء في القطاع المصرفي بأكمله. وهنا يقدم الخبير مصطفى ناصر رؤية واقعية ومنطقية جداً. هو يرى أن النجاح لا يقاس بالتحسن السريع والمفاجئ، بل بالاستقرار التدريجي. فالتقلبات الحادة سواء كانت صعوداً أو هبوطاً هي بحد ذاتها مؤشر على وجود اختلال في السوق. في النهاية، كل هذه الإجراءات والتحليلات المعقدة
تصب في هدف واحد لا غير: تحقيق الاستقرار. وهذا الهدف الأوحد يتطلب مسارين متوازيين: إجراءات نقدية صارمة ومستمرة من البنك المركزي، وإلى جانبها إصلاحات اقتصادية حقيقية وشاملة من قبل الحكومة. ونختم بهذا السؤال المفتوح: ففي ظل كل هذه التحديات يبقى التساؤل قائماً حول ما إذا كانت هذه الجهود ستكون كافية بالفعل لبناء أساس اقتصادي متين ومستدام على المدى الطويل. سؤال ستجيب عليه الأيام والشهور القادمة